عندي فضول اعرف بتكتبي ايه كل شويه، كل ما اجي اكلمك الاقيكي بتكتبي حاجات. انا حاسه ان الناس زهقت مني من كتر ما عماله احضر حاجات واقول لهم قريب قريب. محتاجين نغش عامه. لا هانت هطلع فوق عشان ما تشوفيش بكتب ايه. ماشي. طيب عايزه اعرف ايه الفرق بين البراند والبراندنج والبراند ايكويتي. هو انتي بتحرقي. اه. براند هو البراند البروجكت بتاعي، اما البراندنج هي البروسيس بتاعت انشاء البراند ده بكل العناصر اللي فيه. البراند ايكويتي دي حته مهمه وفيها ميسنج في مجتمعنا العربي جامد قوي. انا احيانا بدفع فلوس علشان لما يتقال مثلا هنشرب حاجه ساقعه فيقول لك بيبسي، ماشي، فبقت الحاجه ساقعه بقت بيبسي، تعال نشرب بيبسي، حتى لو هنشرب اي مشروب ساقع تاني بقى هو الفعل. فالبراند ايكويتي انا هعمل ايه من الماركتنج اكتيفيتيز والماركتنج ايفورتس اللي تخلي الناس طول الوقت حطاني في البريوريتي بتاعتها في اذهانها، فاهمه؟ تعالى نعمل سيرش جوجلت، خلاص يبقى البراند هو الفعل. فالبراند ايكويتي احيانا في كلاينتس بيجي يقولك انا عايزه ابيع دلوقتي حالا. طيب والبراند ايكويتي حضرتك اللي هتبني تراست مع العميل وتاخد جزء من دماغه عشان خاطر ما يفكرش لما يشتري بنطلون غير فيك، مين هيدفع حقها؟ انا. انت فاهمه؟ فحته مهمه جدا براند ايكويتي ان انا اكسب، ابقى في اللاوعي بتاع الكلاينت بتاعي من الاخر، خلاص، وابقى انا نمبر 1 في كل تفكيره لما اجي اشتري المنتج ده. ماركتنج ماي فاهمه؟ سؤال اسراء فدي عمليه مهمه جدا، فمهم ابقى فاهم الفرق. فكمان برضو خليني اوضح ان العمليه دي كلها سواء البراند او البراندنج او البراند ايكويتي كلها تحت مظله الماركتنج. محدش يجي يقول لي ان ده مش ماركتنج، لا ده تحت الماركتنج، تحت العلم الكبير اللي اسمه ماركتنج. فعليكي. ماشي.